عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله يلقاكم الفيديو ديالي في احسن الاحوال. اليوم مع اقتراب رمضان يدخلوا علينا وعليكم الصحه والسلامه وان شاء الله باش ما تمنيتو بالصحيحه بالرزق باي حاجه كتمناوها يا ربي. اليوم انني قررت نبارطاجي معكم الرايب بطريقه سهله البنات، طريقه ناجحه 100%. نبدا معكم بالمقادير. غادا نحتاج هنايا واحد ياغورت ديال فاني كيف كتلاحظوا، عندي هنايا ايترو ديال الحليب، هنايا البنات راه اي نوعيه نتوما كتفضلوا، جوج ساشيات ديال فاني ومعلقه ديال السنيده. اللي بغى ما يدير السنيده تقدروا تستغنوا عليها وديروا غير فاني. بالنسبه للقريعات ديال الرايب اولا ديال دانون اللي غادي نصوب معاكم هما هادو البنات. انا خديتهم الثمن ديالهم 6 دراهم، صراحه عمليين بالغلاقه ديالهم هكا كتجي. انا البنات راه خديتهم غير البارح، دابا يلا غسلتهم ودرتهم هكا يتسقطروا بما صوبت معكم الوصفه اني عاد غادا ندير فيها الخليط ديالي. البنات الطريقه كناخذ كاسرونه غادا نخوي فيها نص لتر ديال الحليب فقط كيف كتلاحظوا معايا، نص لتر ديال الحليب وغادا نديرو فوق البوطه حتى يغلى ليا. هذه المرحله الاولى. دابا ندوزو للمرحله الثانيه. البنات كتاخذوا واحد الاناء هكا كديروا فيه نص لتر الحليب الاخر كيف كتلاحظوا معايا. غادا نضيف ليه معلقه ديال السنيده اللي كتبقى لكم اختياريه، كنضيفوا ساشي واحد ديال فاني ونعاودو نضيفوا الساشي الثاني، وغادا نضيف ياغورت كيف كتلاحظوا معايا، وغادا نخلط كلشي بهذا الطراب اليدوي بحال هكا. نخدموا هاد دانون مع الحليب مزيان. بهذه الطريقه وغادا نخلوه جانبا حتى يغلى ليا الحليب الاخر اللي نسيترو اللي درناه يغلى ورجع معكم. البنات كيف كتلاحظوا معايا راه الحليب ها نتوما راه درتو ضروري البنات حتى يغلى اني عاد تحيدوه. البنات هذا هو الحليب اللي غلى ليا، وهذا الحليب اللي درت معكم فيه دانون وفاني والسكر. هنا البنات كناخذوا صفايه كيف كتلاحظوا معايا وغادا نصفي هذا الحليب في هذا. البنات انا صفيت الحليب كيف كتلاحظوا، كتحيد ديك الفراره كامل هنا وكنخلط بهذه الطريقه. وبالنسبه للكؤوس كتاخذوا الكؤوس اللي عندكم، ماشي ضروري تكونوا هادو كؤوس عاديين ديال العصير اولا ديال الاتاي، داكشي اللي متوفر. دابا غادا نعمرهم وغادا نوريكم التتمه ديال الطريقه باش ينجح معاكم. هنا البنات كيف كتلاحظوا معايا خويتهم في هاد القريعات. دابا البنات غادا نغلق عليهم بهذه الطريقه، نسدوهم مزيان كيف كتلاحظوا. صراحه كيجيو عمليين هادو، غير شروهم البنات غادي ينفعوكم بزاف ان شاء الله في رمضان. وكتقفلوا الكل. بالنسبه للطريقه البنات سمعوني مزيان، غادي تشعلوا الفران اللي عندكم في الدار سواء كهربائي او ديال الغاز. المهم البنات غادي تشعلوه حتى يسخن مزيان، وغادي ديروا القريعات في الطاوه وتطفوا الفران وتخلوهم يباتوا تماك حتى النهار الاخر. مثلا انا صوبتهم الصباح حتى العشيه، يعني الا بديتوا في صوبتوهم يعني بالنسبه للرايب صوبتوهم مثلا مع ديك 9 ديال الصباح 9 تاع الليل كتستعملوه. انا صوبتهم دابا في العشيه، غدا ان شاء الله غادي يكون واجد. فهمتوا البنات؟ دابا كيف قلت لكم غدا ندير لهم الغطاطي ديالهم ونديرهم في الفران حتى يسخن مزيان، نطفي عليه وندخل القريعات. هاد الطريقه البنات كتجي ناجحه 100%. هنا البنات كيف كتلاحظوا معايا خديت طاوه هكا ديال الفران ودرت فيها هكا واحد سريبيتها وكندير فيها هاد
هاد القريعات ديال الرايب بحال هكا. وكيف قلت لكم الفران تكونوا تسخنوه قبل وطفوه وندخلوا ليه هاد القريعات ونخلوهم حتى المده اللي قلت لكم في لا فيديو. هنا البنات بالنسبه للرايب اللي بارطاجيت معاكم، ها نتوما ما شاء الله كيفاش كيجي. شوفوا معايا ناجح 100%. ها نتوما غزال البنات، غادي يولي معتمد عندكم، غير جربوه وغادي ينال الاعجاب ديالكم. شوفوا معايا ما شاء الله. ها انت كنقلب كاع الكاس كامل وكيبقى مقاد. ها نتوما صراحه غزال ما شاء الله، طريقه ناجحه 100%. دائما كنقدم لكم حاجات اللي كيكونوا ناجحين ومعتمدين عندي. ها نتوما البنات غزال غزال، غير جربوه وغادي ينال الاعجاب ديالكم. هكا ديروا السحور ديالكم اولا الفطور ديالكم بلا ما تبقاو تشرو من يعني هكا حاجه ديال الزنقه، شي حاجه كتصوبيها في الدار كتعرفي شنو دايره فيها، حاجه نقيه كيف قلت لكم ونقيه وعارفه شنو دايره فيها. ها نتوما البنات والقريعات كيف قلت لكم راني شريتهم غير ب6 دراهم، ما غاليينش صراحه، كيجو زوينين هكا بالنسبه للرايب او لاي تحليه. وان شاء الله راه في رمضان غنقدم لكم بزاف ديال الوصفات اللي كيكونوا ساهلين وزوينين ومعتمدين عندي. ها نتوما كنتمنى لا فيديو ديالي ينال الاعجاب ديالكم وتبارطاجيوه مع الاصدقاء والعائله. ولا عجبكم الفيديو خلوا لي واحد لايك وواحد تعليق باش نعرفكم بانكم شفتوا لا فيديو ديالي. وشكرا لكم، الى فيديو قادم باذن الله.